سلمت قلبي يا ربي لتصله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقل والعشق يحرق، فأين أمضي وحولي الوزر والوله. سلام ميزامور، سلام حبايبي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو تلقاكم كامل بخير ومهنيين وبأحسن الأحوال يا رب. دما باغ الحمد لله يا رب العالمين وكفى بها نعمة. اليوم كما راكم تشوفوا جيتكم بروتين جديدة فيها نشاط وحيوية، ان شاء الله تعجبكم برك. مالغري كنت مريضة مي قلت نوض ونصور لحبيباتي باه ما نطولش عليهم الغيبة، ومن طون نسي نحط اكتر من فيديو في لاسومان. ماذا بكم البنات تشجعوني ونزيد نتحفز اكتر ونقدم لكم اكتر بربي ان شاء الله. وانتي حبيبتي اللي دخلتي القناة وشفتي ما تهربيش، اشتركي في القناة وفعلي الجرس باه يلحقك كل جديد، وماذا بك تعطينا آراءك وتعليقاتك وشوية جمات من عندك لا حبيتي زعما. هنا كما راكم تشوفوا جاب لي نسيبكم قضية الشهر، وجاب لي هذه الدجاجة صراحة كان جابها لي البارح مي انا كما قلت لكم كنت مريضة. ما نعرف صرات لي واحد المشكلة صغيرة، دراعي البنات ما قدرتش نحركه خلاه. تو دانكو هكا ولا يوجع فيا في الليل، كيما درت معاه ما قدرتش نحركه. الوغ ما قدرتش نقيها في النهار هذاك. هيا حطيتها في الفريجيدير وقلت كي كتب ربي نقاها ان شاء الله. درت البومادة، مسدتها، درت كلش البنات مي ما حبتش تتخف عليا. بت الليلة هذيك كاملة وانا نتوجع، ما مقدرتش نتحرك في الليل، ما حتى كي نطت في الصباح لقيتها مازال توجع فيا. فطرت فطوري ومن بعد لميت القرابش تاعي في البوطاجي، صبيت لهم الماء بركة وضربت لهم تشليله خفيفه ما بين نغسلهم حتى نريح شويه ونغسلهم. قعدت هذيك الصبحه كامله وانا بهذاك السطر. من بعد كي رقدت بنتي قلت لازم عليا ندير الكوراج، ما كانش شكون لي يقضيلي، ما كانش شكون لي يفرز لي. كانت محتمه عليا النوض مالغري ما كنتش قادره نحركها، خلا كل ما نحركها نتوجع. كما راكم تشوفوا حكمت هذيك الدجاجه، ما غسلتها غير بسيف وسيف. بالسيف غلبتني يا البنات، قلت نغلبها بصح غلبتني والله ما قدرت. المهم درت الكوراج وربي قدرني وغسلت هذيك الدجاجه. من بعد رحت غسلت القرابش تاع الفطور كما راكم تشوفوا. ما كانوش عندي قرابش ياسر بيسك قبل ما تحكمني هذاك السطر كنت ديجا غسلت القرابش تاع العشاء. والحمد لله نظفت الدار وكلش الروتين الليلي كما تعرفوا. من بعد حكمتني فجأة، حسيت روحي كلي باراليزيت من يدي، والعياذ بالله. اللهم لا تبتلينا في صحتنا. من بعد الحق من با قعدت معايا هذيك الليلة، ومن بعد هذاك النهار بدأت ترخف بشوية بشوية. زدت كما شفتوا البنات في الفيديو شربت المغنيسيوم، وكان عندي الدواء ديجا تاع السطر. زدت شربت لي كومبريمي اليوم وغدوة. صبحت لاباس الحمد لله، ربي لطف بيا. من بعد درت مسحة خفيفة للبوطاجي بالجافيل خرج يبرق. وهنا جيت نستف في القضية، نحط كل حاجة في بلاصتها. كان قضالي راجلي البارح، خليتهم في الساشيات بركة حتى رخفت عليا الحالة، ومن بعد حطيتهم فوق الطاولة كاملة وبديت نستف كل حاجة في بلاصتها. كما راكم تشوفوا الفرماج هذاك كنت استعملته ديجا في العشاء. الكاشير كيف كيف درنا حوايج خفاف بركة. كما قلت لكم كنت مريضة ما قدرتش نطيب.
وكما راكم تشوفوا حبيباتي حطيت الحوايج تاع الفريجيدار في هاد السله، الفرامج، الكاشير، الزبده والياغورت. الياغورت وسي كنا استعملنا منها ديجا كونسومينا نصها. وهنا جيت للرافي تايمة، حطيت العجائن وكل حاجة ما تفسدش في هاد السلة الكبيرة. انا هذه هي طريقتي في تنظيم مشتريات والقضية تاع الشهر. مام كي كنت في دارنا قبل ما نتزوج كنت ندير هكا، نجيب سلة كبيرة نحط فيها الرافي تايمة كامل، واللي يروح للفريجيدار يروح، وكل حاجة نحطها في بلاصتها، واللي تروح للبلاكار تروح. وكم اني كارية هنا ما عنديش قرابج ياسر هنا. ما نكدبش عليكم البنات، جبت غير القلة القليلة واللي نسحقهم بركة. بيسك راني مع الرحلة اشاك فوا لازم عليا نرحل، وكما تعرفوا البنات القرابج يفسدوا يتكسروا. الور جبت غير نيسيسار بركة، والباقي كامل خليته في داري حتى يفرج عليا ربي ان شاء الله. وبلاك ما نعرف، برك نجيب حوايج ولا نزيد نشري، الله اعلم. مع الاول كنت ديجا جبت شويه قرابج من داري، ما جبتش كلش كما قلت لكم البنات، خليت الاغلبيه لهيه. جبت غير حوايج بركه نستخدمهم، ونصهم كانوا تكسروا لي في الطريق مالوغوزمون. وديجا كنت مديسيديا بلي نشري الحوايج اللي ناقصتني من هنا، باسكو ما نقدرش نجيب حوايجي. انا في الشرق نسكن ورحت للغرب، كريت في الغرب، يعني جبدة به نجيب حوايجي بزاف. الوغ ديسيديت اني نشري من هنا اللي ناقصني، وحوايجي نخليهم في داري، نحتاجهم في داري. باكي نروح نلقى داري معمرة ونتولى ونرتاح فيها. وهنا رانا نعيشو بالقليل، الله غالب، رانا مع الكرا ومع الرحلة اشاك فيها نرحلو، ما نقدرش نتول الدار هنا. وهنا اليوم وغدوة صبحت لاباس الحمد لله. ربي يدومها ان شاء الله. ربي يدوم علينا صحتنا البنات، الصحة راهي غالية بزاف، علىها لازم نصحبدو بصحتنا، راهي اغلى حاجة في الدنيا هادي. وكما يقولوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. ربي شافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين إن شاء الله. بلا ما نطول عليكم البنات في هذه الهضرة. هنا كما راكم تشوفوا بديت نوجد في عشايا، بديتو عابكري. بروفيتيت لوكازيون كي رقدت بنتي ونط للكوزينة، بالخف رحت نوجد في غدايا. هنا كنت وجدت كسكسي كنت ساخفة عليه، ديما الكسكسي نسخف عليه. اشاك فوا تجيني نفحة عليه، تلمو نحب الكسكسي توحمت عليه. سختو الكسكسي تاع ماما ربي يحفظها ما نبدلوش بحتى كسكسي. ان شاء الله كي نروح نقولها طيب لي الكسكسي تاعها كالعاده والعوايد ونشبع منه. وشاهدكم في الجنة حبيباتي. كما راكم تشوفوا كنت قصيت البصل تاعي وحطيت اطراف تاع السفنارية كنت قصيتها ديجا. وهنا كما سييت نقص البصل رقيق، ما قدرتش نقصه حتى يدوب خلاه كامل، مالغري قليته مليح في البرمة مي ما دبليش كامل. مالوغوزمون ما قدرتش نستخدم لاشوار باسكو بنتي راكده، خفت تنوض. الور قصيته بيدي وقليته مليح. من بعد كيما رقت بان لي بان شويه في لاصوص. صفيته، كان لازم عليا نصفيه باسكو راجلي ما ياكلش البصل وما يحبوش نهائيا، وكون يشوفوا في الماكله ما ياكلها ليش. كما راكم تشوفوا حبيباتي حكمت الكسكسي تاعي، خدمت رطال البركه عقد العائله تاعي، درت له الزيت ودرت له الملح. من بعد بديت نشرب فيه بهذاك الماء حتى نشرب لي هذاك الماء كامل، وحطيته يفور. من جهه اخرى حكمت البرمه تاعي نقلي فيها حتى ندبال لي البصل مليح وتكرمل لي. من بعد زدت لها كاس تاع الماء وخليتها تتقلى في غرضها. صراحه مانيش بروفيسيونيل ياسر في الكسكسي باسكو كي كنت في دارنا ما كنتش نطيبو ياسر، كانت الاغلبيه ماما ربي يحفظها طيبو. وهنا كي زوجت تحتمت عليا اني نطيبو انا،
وواحدة واحدة بربي ان شاء الله نولي بروفيسيونيل فيه، وممكن يولي يجيني بنين كيما تاع ماما ما نعرف. انا صراحة يبان لي الكسكسي تاع ماما احسن كسكسي. مالغري كي نطيب ويجيني بنين وكلش، بصح كسكسي تاع ماما ما نعرف يبان لي وحده. وهنا زدت نشفت لي البورما تاعي. كنت زدت مرقت هنا للمرة الثانية. المرة الاولى كنت مرقت ميز ما تتقلى بركة، من بعد زدت مرقت وحطيت شوية قرفة في المرقة. حبيت يجيني هذاك الطعم تاع الكسكسي تراديسيونيل. صراحة اول مرة نسيها، وعطات فرق كبير في الجو. هنا كنت قفلت على البرايمة تاعي وخليتها تطيب في غرضها. من بعد ما هزت لي الغلوة، جبت هذيك الخضرة تاعي اللي قصيتها كامل وحطيتها في لاصوص باه تزيد تطيب مع هذاك الدجاج. ومن بعد جبت الكسكسي تاعي وحطيته فوق لاصوص هذيك باه نفورو التفويرة الاولى. خليكم مع الفيديو حبيباتي، تبعوا للاخر. الكسكسي هنا كان طاب لي وفار لي التفويره الاولى كيما راكم تشوفوا. خرجته من الكسكاس وبديت نحل فيه بالعقل. كان سخون ياسر، حليته بالمغرف بركه. من بعد جست تنحت لي منه هذيك السخانه القاويه. بديت نحل فيه بيديا. بعد ما حليته مليح وراحت كل كعبه وحدها. جيت لهنا للخضره تاعي كيف كانت طابت هي زبده. كنت صفيت المرق كيما قلت لكم. كانت شويه تاع البصل يبان فيه، كانت محتم عليا نصفاها. ومهمطون كنت نصفي في الخضره على جال بنتي بسك تاكل معانا الخضره. ما حطيتش تفتف مع الاول بسك كيما قلت لكم بنتي تاكل معانا الخضره. صفيتها لها بجهه وحدها. ديجا هذيك الكعبه تاع الجريوات اللي كانت الوحيده في الخضره عطيتها منها قبل ما نحط في صحن التقديم. جات تشف مسكينة في هذاك الصحن هي وحدها فريدة، وزدت كملت عليها نتشتها. جا المنظر تاعها ما يشبه الوالو صراحة. بصح والله قلت نحطها كيما تشوفوا البنات راني نحط لكم بعفوية ببساطة. ما كان لا فوخ لا زوخ كيما مالين الدار. مش على جال التصوير لازم نزوق ونتفنن ونحط القرابج الله الله كيما قلت لكم البنات. القرابج عندي بسيطة جدا، راني نديباني بها وخلاص. حتى يفرج عليا ربي ونرجع لدوايرتي ونحط لكم البنات ونتفنن لكم ان شاء الله. وعلاش لا الغالي يرخص لكم كيما يقولوا. انا صراحة ما عنديش قرابج الضياف وقرابج الدار. ماما كي كنت عندها القرابج تاع البيبليوتيك والقرابج المخيرة والعزيزة كامل جبدها. نقلش روحي يا اختي، انا اهم الضيف ولا وش قلتوا. وصلنا لنهاية الفيديو حبيباتي، ختمتها لكم بهادم التايات والكوكوات الله الله كيما نحب انا وكيما يحب خاطري وخاطركم ان شاء الله. نتمنى نكون خفيفة ظريفة عليكم. في امان الله، سلام.